خلصت وانتهت المباراة بتعادل منتخب الأسود مع منتخب النرويج بنتيجة 1-1. طبعا الشوط الأول انتهى، ابتدينا الشوط الثاني، كل اللاعبين غيروا، جميع اللاعبين غيروا، كلهم يعتبر غيروا. فدي مباراة إعدادية في الأول وفي الآخر. نتيجة 1-1 مع النرويج، خلاص داخلين على كأس العالم. النهارده اللاعبين ظهروا بشكل مميز، تألقوا، أبدعوا، ولكن في النهاية النتيجة خلصت 1-1. ومنتخب النرويج منتخب ليس سهل، يعني بأمانة شديدة منتخب ليس سهل، منتخب يمكن في المستوى ال 28 على ما أعتقد أو ال 30 على العالم، ولكن عنده لاعبين مميزين، عنده لاعبين على أعلى مستوى، عنده لاعبين مشهورين ومعروفين وبيلعبوا في الأندية الأوروبية الكبيرة. ولكن دي في الأول وفي الآخر مباراة إعدادية، وانا شايف ان لاعبين المغرب على اعلى مستوى. وعايز اقول لك ان المنتخب المغربي لعب بالتشكيله الاساسيه الشوط الاول. شفت الشوط الاول كان رائع، كان مميز، سجل هدف وتالق وابدع وراح وعمل فرص كتير. لكن الشوط الثاني كل اللاعبين طلعوا ونزلوا، لاعبين اللي هم الاحتياطي، اللاعبين الجدد او اللاعبين اللي قاعدين على دكه الاحتياطي كلهم نزلوا. الحاجه الثالثه بقى، ايه الطقس ده وايه الشمس دي وايه الحراره ده وايه كاس العالم ده؟ انا عايز افهم. امريكا استقبلت المغرب بشكل محترم واحترمت المغرب وكل شيء، لكن يعني الطقس في امريكا صعب يا جماعه، الطقس في امريكا صعب. وانا عايز اوصل رساله للمنتخبات الافريقيه اللي كانت بتلعب في المغرب واللي كانت بتتكلم كلام على سيء على المغرب. شوف في امريكا التنظيم، شوف الملاعب والحراره. شي اخيب حاجه وقعت، واللي هي بالنسبه لي النقطه السلبيه الوحيده في هذه المباراه اللي تعادل فيها اليوم المنتخب الوطني المغربي ضد النرويج بنتيجه 1-1، هي الاصابه ديال عبد الصمد الزلزولي، اللي من هذا المنبر هذا كنوجه ليه رساله، واللي انا متيقن المغاربه كاملين غادي يدعيو معاه في التعاليق، هي الله يشافيه والله يرجعوا لينا في اقرب وقت ممكن. ان ما باقي يعني داكشي اللي شفنا في المباراه انا بالنسبه ليا ايجابي في ايجابي في ايجابي ان شاء الله. الشوط الاول رائع، ريتم، تكتيك، انضباط، تشكيله واعره عجبتني بزاف، واللي بصراحه كنتمنى على ان الزلزولي يكون مازال حاضر معنا في المونديال، واللي كنتمنى على ان ما تكونش عنده شي اصابه صعيبه، لان الزلزولي لا يعوض. انا بالنسبه لي لا يعوض حاليا. الشوط الثاني درنا تغييرات كثيره، انا شفت منتخب منضبط، جاتنا واحد التصرفيقه اللي كنت كنتظرها بصراحه، لان شفت شي شويه الريتم بدا كيهبط في الاخر ديال المباراه. اوديغارد لاعب كبير، الكابيتان ديال ارسنال اللي وصلوا للنهائي ديال دوري ابطال اوروبا، عادي جدا ومزيان. 1-1 انا بالنسبه لي مزيان. شي 1-1 دابا حاليا احسن من 1-0، وان شاء الله نتمنوا التوفيق للمنتخب الوطني المغربي، ومره اخرى نتمنوا الشفاء لنصير مزراوي حتى هو، سمحوا لي نسيتو، وعبد الصمد الزلزولي. نهاية مباراة المنتخب المغربي ضد المنتخب النرويجي بالتعادل الإيجابي 1-1. وإذا رجعنا إلى أطوال المباراة، فالمباراة إخوان كانت قوية بين الطرفين، لكن كانت أفضلية للمنتخب مع واحد المغربي الفيديو دابا الذي استطاع أن اعلان يخرج الجزائري وكيفاش كيمكن ديما الشوط الأول أداء ونتيجة. لكن أخوتي الشوط الثاني كان طبيعي أن وهبي يكلم اللاعبين ديالو باش أنهم يتداركوا التلاحمات، لأن كنشوفوا بأن اللاعبين النرويجيين ولاو كيدخلوا يعني كيدخلوا بصفة يعني عنيفة على اللاعبين، وبالتالي فوهبي كلم اللاعبين باش يهدئوا من اللعب. فانتم شفتوا ان مزراوي تصاب، زلزولي تصاب، وبالتالي فطبيعي انهم يهدئوا. عموما حنا صراحة راضيين عن الأداء المنتخب المغربي، منتخب عالمي، منتخب إن شاء الله سيقول كلمته. فاحنا يعني صراحة يعني نقولوا ما شاء الله عليهم، الله يحميهم، أداء خاص الزلزولي الله يحميه، والله العظيم ما شاء الله مكسب. المهم الخواتات، اخر مباراه قبل ما ندخلوا للسخون، رحنا شفنا الشوط الاول كان رائع، كان عالمي بطبيعه الحال. هذوك هما اللاعبين الاساسيين. بزاف غادي يقول لك الشوط الزواج تمركاو علينا وما لعبناش، سي نورمال خويا، المدرب بدل كاع الفرقه، ماشي هذيك هي الفرقه اصلا. يعني مين غادي يدير لي شونجمون؟ الا كان غادي يشونجي غادي يشونجي واحد في هادوك يدخلوه. المهم انا انا السؤال اللي عندي هو حل حاله. خويا وهبي واش هاد سالنا متكرفس عليه؟ مين تسلط على هاد حل حاله؟ صح، ما جيب غير البوفتيني. شوف مروان سعيدان دخل كاين غير ديفونسور واقف يخلع الحاله. صاحبي السيد ما عرف لا فين يوقف، واش يلعب في الميليو يجري، ما عرفتش والله. وبالعامري مقاولون العرب من شويه زمالك يلقى راسو مع رافينيا. تخيل بالعامري يخرج فيها رافينيا فاصل. والله غادي تلقاه في المطار اصاحبي، والله غادي تلقاه فرط لك المطار. الله يهد
ما الديفونس ما عندناش. الا مشى لنا ديفونسور تيتولار اللي كنعولوا عليه ما كاين على من تعول، يعني غادي تخسر المباراه. بهادو حل حال بالعامري مع احتراماتي ليهم غتخسر المباراه، لان خويا داك الشيء عينا نكذبوا على راسنا. مرابط اخويا باقي في 2022 دير داك اللعب ديال هاكا. اخويا النصر راه طير، باقي دير دوك الدورات ديال الطوبيس. النصر راه طير، راك على حالك فينيسيوس جينيور راك غادي تلقى راسك انت وياها في الشبكه صاحبي. الله يهديك. عطيناك 10/10 ضد مدغشقر. علاش؟ مدغشقر داروا كراسه وريحوا. لعبنا ضد مدغشقر داروا مساكين كراسه بقاو يتفرجوا فينا. سي نورمال غادي نعطيوك 10/10. بقيت غير تجري وهادي درت ما عليك. اذا ما غاديش ننتقدوا ونبداو في الكريتيك الخاوي. هذا الشيء من طبيعه الحال. دوزيام ميطور دخل الفرقه كامله بدلها. للاسف الخنوس ضاع مسكين. الخنوس راه ما يلعبلكش من غير الا ما كان معاه اوناحي والعناوي مثلا. دونك هادو اللي غادي تشونجي بهم لعابه اخرين غادي يكونوا مزيانين. ولكن لا ديفونس اخويا راه مبرزطاني، والله ما نكذب عليكم، برزطاني بزاف لا ديفونس. ولكم واسع النظر اخوت. عجيب، هو هذا المنتخب النرويجي اللي خبصتونا بيه خبص. قسما بذات الله منتخب المغرب قطعهم وتقطع. والله منتخب المغرب ضيع اكثر من 3 اهداف محققه 100%. يعني لا شيء صعب على الاسود الرافدين. يعني اليوم المنتخب المغربي مستحوذ بالطول وبالعرض. صح، منتخب المغرب عمالقه كبار، منتخب المغرب متطور بشكل مو طبيعي. يعني منتخب المغرب منتخب عالمي صح، بس لا شيء صعب على اسود الرافدين. والله العظيم نقدر باصرار وعزيمه الرجال وثبات اللاعبين بارضيه الملعب واللعب بالعقلانيه وبالانضباط وبالتيكي-تاكا. والله العظيم ولعب اللي شفناه ويا اسبانيا نقدر نفوز على المنتخب النرويجي وبكل سلاسه وبكل سهوله. يعني اليوم المغرب قطعت النرويج، للامانه نكون واقعيين. حسنا الاخوان، على مباراة المغرب والنرويج، مباراة اللي خص يتصحح فيها بزاف ديال الاخطاء في المنتخب ديالنا. لعبنا زوين في الاول، ما نكذبش عليك، لعبنا واعر، درناهم في الجيب بمعنى اخر، ولاو تيقراو كره في التيران. لكن كمية الفرص اللي ضاعوا لينا راه ما يمكنش. راه عدويا انا شوف نخسر وما نبقاش نضيع في الماتش بهذا الشكل هذا، بهذا السيناريو، شي نخسر الماتش كامل وبنتيجه ثقيله وما نبقاش انا اللي كنضيع بزاف وما كنماركيش، ما كنستثمر من هذيك المحاولات والو. شحال من كره ضاعت لينا، زازو شحال ضيعت اخويا وخرج معطوب. وفي الشك مشى ليه المونديال. مزراوي مشى حتى هو ما عرفناش كيفاش تدخل مشى. ما فهمتش انا هذا المشكل هذا، ما فهمتش. وعلى من تعول بمن تبدل ولي شي واحد اللي يكون في نفس لاكاليتي ما كاينش. راه بدا التبديلات تبان لك شي حاجه، شي تهديد، شي كره دارت، شي ما فهمتش والو، لا شيء. واخا انت من المنتخب النرويج ما شفناش هالاند وديكارت شويه، صار له حتى هو شويه، مي اللي تنقول مثلا هالاند ما شفناش. رجع لك المنتخب ديال بلادي ولات يهمني انا كان الخير واحد شويه في برايم دياز وحكيمي يكومبونسيو لينا اكثر. اما التبقيه اخويا راه والو. انا تتفرجي في هذا الماتش هذا ما تنكونش حنا نيجاتيف، انا ماشي سلبي بالعاني، وانما تفرج في الماتش نقول علاش ما تلعبش هكا، علاش ما يكونش هذا الشيء هذا، علاش ما هادي، علاش هذا جاي للمونديال ودير هكا. او باقي حتى ما قلنا بسم الله بدينا في الاصابات من دابا لا كونديسيون فيزيك فين هي. واخا ماتش سال تعادل ماشي مشكل، الوديات سالاو. اذا دابا شنو؟ الى نقطه البدايه، الى بدايه المونديال ديريكت في الماتش ديالنا ضد البرازيل. ما تنساش انك تدخل على اليوتيوب لحقاش غادي نحط الفيديو الثاني دابا التحليلي من مورا الماتش مباشره، يعني دابا سال الماتش، دونك دابا غنصور الفيديو وغادي نبوستيه لكم في اليوتيوب. ما تنساش انك تخلي تعليق، ابوني، ما تنساش انك تقول لي شنو اللي كاين رايك في الموضوع، حيت غادي نطرق ليه بشكل تدقيقي في الفيديو ديال اليوتيوب. ما تسولش على اللين لحقاش غاديروا لك في البروفيل، اي بروفيل دخلتي ليه في تيك توك انستغرام فيسبوك غتدخل البروفيل غتلقى اللين دايروا لك طق، غتكليكي عليه غتدخل عند لاشين ديريكت، ولا كتب سيمون تشيك اوت فاكتورز غتلقاني انا حاط فيديو واحد راه فيه 9 دقائق ولا 11 دقيقه، راه هو اللي كاين بوحدو. دونك مرحبا بك.